حصريا دولة الكبرنات في ورطة. الجامعة العربية تستعد لتطبيق عقوبات على الجزائر بعد تسريبات استخباراتية غربية تكشف تحول المركز الثقافي الجزائري بالقاهرة لوكر المخابرات وترشيح صحفيين لمهاجمة المغرب. في تطور وصفته وساط دبلوماسية وإعلامية بالانفجار الاستخباراتي، كشفت وثائق مسربة عن تحول المركز الثقافي الجزائري في القاهرة إلى وكر سري تديره المخابرات الجزائرية، يستخدم لترشيح صحفيين وتجنيد إعلاميين لشن حملات ممنهجة ضد المغرب في فضيحة هزت الأوساط الدبلوماسية العربية. وبحسب الوثائق التي تم تسريبها من مصادر استخباراتية غربية، تظهر أن المركز الذي افتتح رسميا تحت غطاء ثقافي يخضع لإشراف مباشر من جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية، ويستخدم كقاعدة خلفية لتجنيد صحفيين مصريين وعرب مقابل مبالغ مالية وعروض سفر بهدف تنفيذ حملات إعلامية مركزة تستهدف تشويه صورة المغرب. ويرى المحللون أن كشف مثل هذه الأنشطة يشكل ضربة قاسية للدبلوماسية الجزائرية، ويكشف تناقضا بين الخطاب الثقافي الرسمي والممارسات الفعلية، مما يعرض الجزائر لعقوبات دبلوماسية على مستوى الجامعة العربية.